الفيلم بيبدأ في نادي قتال سري تحت الأرض. مصارع ضخم عمال يكتسح كل اللي في الحلبة ومحدش قادر عليه. فجأة بيدخل شاب رفيع لابس هودي، والحكم بيعلن إن اللي هيكسب الشاب ده هياخد كل الفلوس الليلة دي. أول ما الشاب بيقلع الهودي، المصارع الضخم وشه بيجيب ألوان ويهرب من الحلبة فورا. الشاب ده يبقى ديلتون، أسطورة اليو اف سي وبطل العالم السابق اللي الناس كلها بتترعب من اسمه. وسط القعدة دي بتراقبه ست اسمها فرانكي، صاحبة حانة مشهورة في جزيرة. الحانة دي اتملت بلطجية وعصابات، والشرطة مش قادرة عليهم. فرانكي بتعرض $5000 على ديلتون علشان يكون هو الحارس الشخصي هناك ويطرد البلطجية. وبعد تردد دالتون بيوافق يسافر الجزيرة. ديلتون بيوصل الحانة، وفي أول ليلة الدنيا بتقوم ما بتقعدش. خناقة شوارع، كراسي وأزايز طايرة في كل حتة. فجأة بتدخل عصابة موتوسيكلات وبيبدأوا يتحرشوا بالبنات ويهددوا العمال. ديلتون بكل برود وهدوء بيمشي وراهم بره، وقبل ما يضربهم بيسألهم بكل أدب شديد: هل عندكم تأمين صحي؟ وهل المستشفى بعيدة من هنا؟ البلطجية بيفتكروه بيهزر، بس في ثانية ديلتون بيبدأ يوزع بوكسات وضرب في كل حتة، وبيكسر دراع زعيم العصابة. والكوميدي هنا إن هو بعد ما ضربهم ركبهم في نفس العربية ووداهم المستشفى بنفسه وساعدهم في أوراق الدخول. هنا بيقابل الدكتورة إيلي اللي بتنبهر ببروده، وتنشأ بينهم قصة إعجاب. دالتون ما بيقعدش ساكت، بيقرر يعلم الويتر الغلبان بيلي وباقي الحراس إزاي يضربوا البوكس الصح ويتفادوا السكاكين، وبيحولهم لوحوش يحموا المكان بداله، وهو يقعد يشرب قهوته بمزاج. العصابات بتتجنن، وزعيمهم اللي عاوز يهد الحانة عشان يبني منتجع سياحي بيبعت رجالة بمسدسات عشان يهددوا دالتون. دالتون بيمسك الراجل ويكسر صوابعه ويقول له: قول لزعيم العصابة أنا شغال في الحانة دي كل يوم بالليل. وفي لقطة مرعبة بالليل، واحد من العصابة بيحاول يغدر بدالتون على المركب، بس دالتون بيكسر ركبه ويرميه في المية، وفجأة يطلع تمساح ضخم من البحر وياكله حي في ثواني. لما زعيم العصابة بيفشل تماما، أبوه بيكلمه من السجن وبيبعت له أخطر وأجن قناص تعذيب في التاريخ. الراجل المجنون ده اسمه نوكس. نوكس بيوصل الجزيرة وهو سايق عربية ومتهور، وبيدخل الحانة كأنه إعصار. بيبدأ يكسر في المكان ويضرب الحراس كلهم زي العرايس. دالتون بيكون قاعد بيشرب قهوته في سلام، ونوكس بينده عليه ويدخلوا في أول جولة قتال شوارع أسطورية. ضرب متبادل وتكسير عظام برا الحانة، والاتنين بيحاولوا يثبتوا لبعض إنهم وحوش متكافئة. هنا بنكتشف السر اللي مخلي ديلتون هادي. زعيم العصابة بيجيب فيديو قديم لديلتون على اليوتيوب من أيام اليو اف سي، والماتش ده كان ديلتون بيلاعب صاحبه الروح بالروح على الحزام، بس للأسف فقد أعصابه وفضل يضربه بغل حتى بعد ما أغمى عليه لحد ما صاحبه مات في الحلبة. الغلطة دي دمرته ودمرت حياته ونفسيته. العصابة بتفتكر إن ديلتون خاف وقرر يمشي، فبيروحوا يحرقوا المكتبة الوحيدة في البلد ويبهدلوا صحابها الغلابة. دي بتكون نقطة التحول. الوحش الداخلي عند ديلتون بيصحى، بيروح لزعيم العصابة ورجالته ويخنق واحد منهم لحد ما يموته. وهنا بيبدأ رحلة دمار شامل لتصفية العصابة كلها. زعيم العصابة بيقرر يخطف الدكتورة إيلي ويهرب على اليخت بتاعه. دالتون بيطير وراهم بمركب سريع، وبيفجر اليخت في لقطة أكشن خرافية وينقذ حبيبته إيلي. زعيم العصابة بياخد المركب المكسور ويخبط بيه في حانة ويدمر الواجهة. ديلتون بيدخل وراه علشان يموته، وفجأة بيظهر لنا الأيرلندي المجنون نوكس بعربية متفحمة. بتبدأ المعركة النهائية العنيفة ما بين ديلتون ونوكس، ضرب بالخشب والكراسي، ونوكس بيسحب سيخ خشب ويطعن بيه ديلتون في بطنه. وفي لحظة غدر ديلتون بيسحب نفس السيخ من بطنه ويطعن نوكس كذا طعنة ورا بعض في مشهد شبه ألعاب مورتال كومبات ويخلص عليه تماما. ديلتون بيكسب المعركة، والشرطة بتسيبه يهرب تقديرا للي عمله. الفيلم بينتهي وهو راكب الأتوبيس وسايب شنطة مليانة فلوس لأصحاب المكتبة المحروقة علشان يبنوها من أول وجديد.
هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك.